زمان وانا مش مقتنع بوجود الجن ولا العفاريت، لكن بعد اللي حصل ده انا صدقت لدرجة اني حسيت بوجودهم معايا في البيت. دي مجرد هلاوس. للأسف يومي كان طويل جدا وكنت عايز انام. انت مين؟ على فكرة بقى انا مش خايف منك. امشي من بيتي، امشي من بيتي. رقم الهاتف المطلوب مغلق حاليا. ايه يا حبيبي، معلش تليفوني كان فاصل امبارح والله. لا عادي يا حبيبي ولا يهمك. المهم انت كنت عايزني في حاجة ولا ايه؟ بص يا حامد، انا عايزك تحكي لي كل حاجة عن الشقة اللي انا ساكن فيها ديت. مالها الشقة وبعدين يا حامد. بص يا صاحبي، الشقة دي كان في واحد ساكن فيها قبلك وانتحر في الشقة، وانا ما كنتش عايز اقولك عشان ما تخافش، وخصوصا ان انت مش لاقي مكان تسكن فيه اليومين دول. بس المفروض كان واجب عليك انك تعرفني الاول يا حامد. على العموم حصل خير، شكرا جدا ليك، مع السلامة. في هذه الليلة
ازداد اهتمامي بالعالم الآخر وما يحدث فيه. فضولي كان يقتلني لمعرفة ما يدور حول مخلوقات العالم الآخر، فأصبحت أرى كوابيس كل يوم تجعل الشعر يشيب من كثرة الرعب. أما الآن سأغادر هذه الشقة، ليس خوفا بل هو البحث عن مغامرة جديدة في عالم الجن.